سلام. كيبدا فيلمنا فواحد المدينه اللي سميتها اوز السحريه، وكيكونوا القروده كيطيروا والدراري صغار تيكونوا فرحانين وكيقولوا باللي الساحره الشريره ماتت، وكاع الناس فرحانين حيت ساحره الغرب الشريره مشات في حالها. وهنا كتبان لنا واحد البالونه نازله وكيفرحوا كيقولوا باللي غليندا وصلات. غليندا حتى هي كتكون ساحره ولكن كتكون ظريفه وكتاكد لهم باللي الساحره ماتت، وكيفرحوا وكيزيدوا يفرحوا. واحد البنت صغيره كتسولها وكتقول لها واش الساحره تولدت شريره، ولكن غليندا كتقول لها لا. وهنا غنعرفوا القصه ديالها. الساحره عندها والدين عاديين وباباها هو اللي كان حاكم ديك المدينه، ولكن الام ديالها اللي خايبه. واحد النهار خلات راجلها تمشى وخانت راجلها مع واحد اخر وشربات من واحد الزاجه خضراء اللي عطاها ليها. والمشكله انها ولدات واحد البنت لونها خضر، وملي تزادت كان داكشي اللي وقع ماشي طبيعي، والاب ديالها ما تقبلش هادشي. هو يقول الدوب خودها وما تخليهاش هنايا، والدوب هو اللي رباها وسماها الفابا. داز الوقت وكبرات ولاو الدراري الصغار صحابها كيضحكوا عليها للون ديالها. وهنا كنعرفوا بلي ملي كتعصب داكشي اللي كيكون قدامها بحال كيطلع الفوق، والاب ديالها ما كانش كيحملها وبدات كتحس بالنقص. ونرجعوا للاحتفالات اللي كيحتفلوا به بالقضاء على الشريره. وغليندا كانت غترجع في حالها، ولكن واحد البنت سولاتها وقالت لها واش كتعرفي انت هي الساحره الشريره؟ قالت لها شويه. وهنا غنعرفوا كيفاش تلاقاو اول مره. غليندا غتلاقى مع الفا في المدرسه ديال السحر، حيت بجوجهم بغاو يتعلموا السحر. في المدرسه كانوا كلهم كيخافوا من الفا وما باغيينش يقربوا ليها، ولكن غليندا قالت لهم باللي غنتعلم السحر باش نعاون الفابا تولي لطبيعتها. وهنا غنعرفوا باللي عندها اختها سميتها نيسا، وكيكون باها الحاكم كيتهلا فيها اكثر من اختها الاخرى، وحتى المديره كدير ليها الشان اكثر من الاخرى. الفا كتقول للمديره خلي نيسا تعول على راسها، ولكن المديره ما كتبغيش. وهنايا الفا كتعصب وكل شيء كيطلع الفوق، منهم اختها والاستاذه ديالهم موريبل كانت كتشوف كل شيء من الفوق وكتقول لهم باللي السحر هذا اللي شفتوه بعينيكم انا اللي درته. وكتقول لهم باللي الفا مميزه بزاف، وكتسولهم شكون غيسكن معاها في نفس البيت. غليندا كترفع يديها واخا اصلا ما سمعتش السؤال ولقات راسها ساكنه معاها في نفس البيت. اما الفا كتقول الاستاذه ديالها بلي باها ما غيخليهاش تبات في المدرسه، ولكن موريبل الاستاذه كتقول ليها بلي اكيد غادي نقنعوا وغادي نعاونك تحسني المهارات ديال السحر وغنلاقيك مع الساحر المشهور. وهنايا الفا كيعجبها الحال حيت غتولي سبيسيال وغتولي مشهوره وكاع الناس غادي يوليو يهضروا عليها. ولكن ما كانتش كتفاهم مع غليندا في البيت وكانت ديما كتعصب وكتهرش شي حاجه. اما في المدرسه غليندا كانت محبوبه حيت هي مختلفه عليهم زويونه، اما الاخرى ما كانوش كيحملوها حيت كيكونوا خايفين من الشكل ديالها. ومن بعد غنتعرفوا على الاستاذ ديالهم اللي داير بحال شي معزه سميتو ديلامون ولا صديق ديال الفا. هاد المعزه كتكون معصبه من البشر حيت ما كيعطيوهمش القيمه ديالهم. مشات كتلاقى مع الحيوانات وكيعاود لصحابو باللي كان باغي يتلاقى مع واحد البقره ولكن ما جاتش في الميعاد ديالها واختفت. وهنا الفا كتكون سامعه كلشي وكتشوف واحد الرؤيه باللي البقره محبوسه في شي بلاصه، وهنا كيحسوا بها الحيوانات. وكتلاقى معاها المعزه وكتقول له باللي خاصنا نعلموا الساحر الكبير حيت هادشي اللي كيوقع في الحيوانات في المدينه ديال اوز راه ماشي عادي. وكتشوف معاه كاع الحيوانات اللي اختفوا. ملي كيسمعوا شي واحد جاي كيقول لها خرجي من الباب الوراني. وهنايا كتلاقى مع واحد كيكون ضربها بالعود ديالو، ولكن المشكله انه يتعامل معاها عادي وما خافش منها. وبدات كتغوت عليه وكتقول واش ما كتشوفش. وهنايا هو كيعجبو الحال وكيقول العود ديالو بلي اول مره شي بنت كترفضني وكتعامل معايا خايب. وكيعرفوا الناس في المدرسه باللي الامير فييرو غادي يجي يقرا معاهم. وغليندا كطير بالفرحه. وهنايا ملي كيجي كيتعرف على غليندا وكتعجبو، اما الفا كاع ما كتديهاش فيه. وملي جا والدراري ما بقاوش كيحفظوا كيف ما كانوا وكيعرض عليهم في الليل باش يمشيو يشطحوا. وهنايا غليندا كتبدا توجد راسها وكيعاونوها صحابها. وهنايا واحد القبعه كتكون ديال جداتها ما بغاتش تلبسها، كتقول لهم بلي غنعطيها لشي واحد كنكرهو. قالوا لها الفا قالت لهم ماشي لهاد الدرجه كنكرهها ولكن ممكن نعطيها لها. وبالصدفه دخلت عليهم وقالت لها يلا معنا باش نشطحوا كاملين. وفعلا مشاو. وهنايا كتدخل الفا وكتكون لابسه واحد الكسوه كحله ودايره داك الشابو الكحل وكتدخل عليهم وكالعاده ما كيكونوش باغيينها تكون معاهم حيت ما كيحملوهاش. وبدات كدير شي حركات غريبه ودايره راسها بحال ما كيهموهاش الاخرين. وغليندا كتقرر تشطح معاها ودير نفس الحركات اللي كدير وكتمسح ليها دموعها باش تواسيها. ومن هنا وهما صحابات مقربات وحتى في البيت ولا مفاهمين وكيبداو يتعاودوا لبعضياتهم الاسرار. وغليندا كتقول لها باللي انا وفييرو غنتزوجوا، والاخرى كتقول لها باللي بسبب هاد الزاجه الخضراء تولد بهاد اللون وباللي باها ما كيحملهاش لدرجه ان امها ملي حملات مره اخرى ولا كيعطيها شي حاجه تعشوب باش ما تزادش داك اللون الاخضر. وبكثرت ما ان هذاك الدواء ولا العشبه اثرت عليها نيسا تزادت اونديكابي وما كتقدرش تمشى. ومن بعدها ديريكت الام
الام ديالها ماتت وكتحس بالذنب، ولكن غليندا كتقول لها باللي انت ما عليك والو، ما درتي حتى شي حاجه. كيتقربوا من بعضياتهم وكتعلمها كيفاش دير الحركات وكتعطيها واحد الورده وكتقول ليها باللي انت زوينه. وهنا هي اول مره شي واحد كيقول لها باللي انت زوينه. وملي كتمشي للمدرسه كتولي دير دوك الحركات اللي علمتهم ليها غليندا. وكيشوفها فييرو كيقول لها باللي خليك على طبيعتك وما تقلديش غليندا. اما الاستاذ ديالهم المعزه كيقول لهم باللي اليوم اخر نهار عندي في المدرسه، ويلا غيقولوا له علاش. كيدخلوا البوليس وكيشدوه من كرونو كيخرجوه. الفا ما كيعجبهاش الحال، ولكن كتغوت عليها المديره وكتقول لها رجعي بلاصتك. وكيدخل الاستاذ جديد وكيكون هاد المره استاذ عادي بنادم ومدخل معاه واحد الشبل صغيور وحاطه في واحد القفص. ولكن الفا ما كيعجبهاش الحال وكيقول لهم باللي حيوانات هذه هي بلاصتهم. وانا كتفكر بديك الرؤيه اللي كانت شافت واحد المعزه مسدود عليها في واحد القفص، كتعصب كلشي كينعس. ولكن فيرو ما قدرش تاثر عليه، خداو داك الشبل خرجوا هربوا به. كيشدوا البيكالاتو كيمشيو في الغابه. اما موربيل كتدخل عليهم كتلقى كلشي ناعس وكتعرف باللي الفا هي اللي دارت هادشي وكتصيفط واحد الرساله للساحر. اما الفا وفيرو حطوا الصبيع في الغابه ومشى في حالاته. اما فيرو كيكون كيحس بواحد الاحساس في شكل اللي جا الفا، حتى هي كتكون معجبه به، ولكن كتقول مستحيل يكون حتى هو كيبغيني بهذا الشكل اللي انا فيه. اما فيرو واخا غليندا زوينه ما كانش كيديها فيها وكانت كتعجبو الفا بزاف. واحد النهار كتوصلهم رساله من عند الساحر وكيكون داعي فيها باش تجي الفا عنده وكتفرح بزاف. النهار اللي كانت غاده فيه عند الساحر قالت لغليندا يلا معايا، وفعلا دخلت معاها ومشات. وهنايا كيوصلوا لمدينه سومورود اللي الساحر عايش فيها وكتعجبهم ديك المدينه. وكنعرفوا باللي الساحر هو الوحيد اللي يقدر يقرا الكتاب ديال السحر. وكيمشيو للقصر ديالو وكيكونوا دوك القروده اللي كيطيروا اللي شفناهم في الاول وهما الحراس. ملي كتشوفوا الفا وكتسمعوا كتخاف منه، ولكن كيخرج ليهم وكيرتاحوا ليه مع الوقت وكيوريهم المدينه اوز المستقبليه. وكيقول لها باللي واحد النهار غادي يجي غادي تولي اقوى ساحره على وجه الارض. وكتجي موربيل كتفاجئ ملي كتلقى غليندا معاهم وكيقترحوا على الفا باش تقرا الكتاب ديال السحر اللي ما كيعرف يقراه حتى شي واحد. والاستاذه ديالها كتقول لها باللي انا عرفت نقرا غير 2 كلمات. اما الفا الكتاب تحل قدامها غير بوحدو وقدرات تقراه، ولكن الزعيم ديال القراده ما كانش عاجبو باللي الكتاب تحل وان الفا قادره تقرا داكشي. هنايا كنشوفوا باللي القرد طاح الارض وشويه هما يكبروا ليه جناح. وكنعرفوا باللي هذه غير خطه دارتها ميربل مع الساحر باش هي تقرا ديك التعويذه، وان الحيوانات يوليو عندهم جناح ويطلعوا الفوق باش يقدروا يعرفوا الحيوانات اللي جايه تهجم عليهم، ودابا غتكون عندهم شي فائده. ميربل كتقول لها باللي هادشي كامل اللي درناه راه في مصلحه المدينه ديالنا وباللي الناس غتولي تبغيك نتيا بزاف، ولكن هي ما كتبغيش تعاونهم. ومن بعد غتتصدم ملي غتعرف باللي داك الساحر راه ما ساحر ما والو حيت ما قدرش يقرا الكتاب. كتمشي وكتخليهم. ميربل كتقول لغليندا باش تحققي الاحلام ديالك قنعيها باش ترجع وتعاودنا. وهي كتحرض دوك القراده وكتقول لهم باللي الفا هي السبب في هاد الجناح اللي طلعوا ليكم وكتحرضهم عليها. وكيمشي كيهضر في الميكروفون الساحر بهذاك الصوت اللي كيخلع وكيامر الحراس باش يمشيو ويشدوا الفا. وبصح ما كتقدرش تهرب، ولكن كتلقى واحد البلاصه وكيمشيو كيتخباو فيها هي وغليندا. واخا بدات كتقنع فيها الاخرى ما بغاتش. وكتسمع من الميكروفون ميرابل كتقول الناس باللي الفا ساحره شريره وبغات اديكم. وهنايا غليندا كتقول ليها هذه هي الفرصه ديالك باش تولي مشهوره ومحبوبه. قالت ليها انا ما بغيتش نولي مشهوره على حساب الالام ديال الحيوانات. وكتقنعها باش يمشيو يهربوا بجوج. وهي الحراس بداو كيقربوا منهم. وهنايا كتحل هذاك الكتاب ديال السحر وكتطلب منه باش تطير وكيجيب ليها واحد الشطابه باش تطير بها. فعلا قدرات تطير وبغات غليندا تمشي معاها، ولكن ما لحقات. الحراس جاو شدوها والاخرى قدرات تهرب وكتوقف قدام الحراس. ملي كتعصب كتهرس كلشي. اما موربيل كتستغل غليندا وكتخليها في الصف ديالها، والفا كتمشي في حالها. وهنا كيتالي الجزء الاول ديال الفيلم ديالنا. اللي عجبو الفيلم يلايكي ويبارطاجي.